اهلا بيكم معايا. والنهارده انا حابه اتكلم عن فتاة الاتوبيس. مش عشان ترند، لان انا لما شفت الفيديو انا دمي كله اتحرق. هم مستنيين الكاميرات ان هم يفرغوها او يشوفوا الدليل ان هو اتحرش بيها او كلمها. انا بالنسبه لي الخناقه اللي حصلت في الاتوبيس دي حرقت دمي. انت ازاي تقول لواحده اساسا انت شوفي انت لابسه ايه؟ انت مالك هي لابسه ايه؟ انت مالك بجد هي لابسه ايه؟ يا جماعه القصه دي يعني قصه خاصه جدا، قصه مؤلمه جدا. انا ما اعرفش اذا كانت البنت حقيقي مظلومه ولا مش مظلومه، بس كل اللي انا شايفاه اساسا من ردود الولد عليها ان هو ولد في منتهى قله الادب، في منتهى البجاحه، في منتهى الخسه. الولد ده أثار جوايا حوادث كتيرة تعرضت ليها أو سمعتها من أصحابي أو من الناس اللي كانت بتيجي تشتكي لي. انتوا متخيلين يا جماعة ان القصص دي لما يكون حتى عندك حاجة و70 سنة بترجع تسترجعها تاني وتتألم منها؟ لما يكون حد اتحرش بيك، خاصة الأطفال، خاصة البنات الصغيرة اللي لا حول ليها ولا قوة، خاصة لما أهاليها طول الوقت أساسا جهلة وتقول لها أنت السبب، أصل أنت لابسة كذا. لابسة إيه يا جماعة؟ وفي ناس تقولك أصل ده من الكبت. كبت إيه برضو؟ طب ما في ناس متجوزة أساسا وبرضو عندها التحرش. طب ما بيل كلينتون أساسا تحرش، ادي البلاد الحريه ومتجوز وكل الحاجات دي كلها، ما هو اتحرش بالبنت الموظفه اللي كانت عنده في البيت الابيض واتعمل له فضيحه ساعتها، مش عارفه اسمها مونيكا ايه. فالتحرش ده انا صراحه مش دارسه اي سيكولوجيه للمتحرش. انا كل اللي اعرفه ان المتحرش ده واحد اساسا عنده ضعف شديد جدا جدا، وبيطلع غلبه، بيطلع همه على البنت او على الاضعف منه. ودايما انتوا شايفيننا كرجاله ان احنا ضعاف، بس احنا مش ضعاف حقيقي. والبنات اللي بتتكلم اساسا وتعبر عن نفسها هي مش بنات معقده زي ما بعض البوستات بتقول. يعني انا فعلا امبارح كنت محروق دمي، انا قعدت تقريبا لغايه الساعه 5 الفجر مش عارفه انام من كتر الكورتيزول اللي كان جوه جسمي، من كتر الضيق والغيظ. الحوادث اللي زي دي بتصحي الحوادث اللي حصلت للبنات. وكان في ترند من كام سنة على الفيسبوك والبنات بتشرح، كان حوالين التحرش. فواحد كده لطيف كده هو يقول لك ايه البكابورت اللي افتفح فينا ده، كل ده تحرش وانتوا ساكتين؟ احنا ساكتين. اولا لان انا ما اقدرش اثبت التحرش، تاني حاجة التحرش ده حصل لي وانا صغيرة، حتى ما كنتش فاهمة ان ده تحرش. ما كانش فيه وعي عند اهالينا ان هم يسمعونا او ان احنا يبقى فيه اريحيه ان احنا نحكي كل الحاجات. ولو في ناس حكت اساسا، يعني اعرف ناس حكت لاهاليها ما كان منهم الا ان هم لموهم. ليه يا جماعه؟ في ايه؟ إيه المشكله اللي عندكم من الستات؟ ليه الستات عامله لكم عقده قوي كده؟ هو ليه عندكم عقده اساسا من الجمال؟ يعني لو بنت شكلها جميل او شكلها حلو، ليه عندك عقده؟ يعني بص يا جماعه، حته اصلها بتثير الغرائز، لا يا حبيبي. احنا كمان بنتفرج على رجاله، اللهم صل على النبي، على راي واحده صاحبتي اساسا يعني مسيحيه، كل ما تشوف ولد حلو تقول لك اللهم صل على النبي. فهموت على نفسي من الضحك. لكن في اولاد حلوين، احنا كمان بنشوف الاولاد حلوين، احنا كمان بنشوفهم ان هم اساسا مثيرين، بس احنا مش هنروح نعاكس حد. احنا بنشوفهم كده وخلاص، يعني زي ما بشوف مثلا اي ممثل في التلفزيون حلو خلاص مثير، لكن خلاص بتخلص القصة. في نفسي بعجب بيه، لكن هل اروح اضايقه؟ هل عشان هو اضعف مني اروح اضايقه؟ يعني لما عندكم اللي هو القصة بتاعت سيدنا يوسف، يعني مش امرأة العزيز اعجبت بيوسف وجابته وكانت عايزاه تراوده عن نفسه؟ يبقى اذا احنا كمان عندنا الشهوه دي وعندنا الاستثاره دي من الرجاله الحلوه، لكن احنا ما بنروحش. يعني احنا حتى ما حصلناش امراه العزيز، بس في تاريخ بيقول والقران بيقول. فليه يا جماعه اساسا انتوا يعني دايما عندكم الاكسكيوز؟ اصل البنت كانت لابسه مثير، اصل احنا مش عارفه كذا. طب ما يعني طب ما يعني تلجم نفسك شويه. شهر رمضان داخل علينا، طب ما الاكل بيبقى قدامنا ومع ذلك احنا ما بناكلش، رغم ان احنا بنبقى هنموت جعانين او نفسنا نشرب قهوه ولا شاي ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، وبنفرمل نفسنا. لا لسه وقت المغرب ان شاء الله
طب ما تفرملوا نفسكم. ولا هي قلة أدب، ولا هي قلة تربية، ولا هي عقد أساسا من ماما اللي ربتك؟ أنا صراحة مش عارفة. أنا امبارح كنت متغاظة جدا من كم الرجالة اللي قاعدين بيعلقوا ويقول لك ده خد براءة. على فكرة هو ما خدش براءة، هو خد أساسا إخلاء سبيل بكفالة، يعني هو على ذمة القضية لسه. يقول لك اصل كان راكب الاتوبيس الترددي والكاميرات ما بينتش حاجه. هو ما كانش راكب، هيئه النقل العام قالت لك هو ما كانش راكب الاتوبيس الترددي من اصله. ليه الرجاله قاعده عماله تدافع عن حاجه هي لا تعلم عنها شيئا؟ يعني يا جماعه بصوا هقول لكم على حاجه. انا النهارده لما في ستات بتيجي تتكلم مثلا عن صعوبات الحمل ولحظه الولاده، انا ما جربتش، انا ما عنديش عيال، لا جربت حمل ولا ولاده ولا رضاعه ولا سهر بالعيال، فانا ما اعرفش. فلما هي البنت بتيجي تشكي او الست تيجي تشكي، انا ايه يعني؟ المفروض ان انا اسكت واحترم شكوتها. فانت حبيبي يعني انت كرجل انت لا مريت بتحرش، ولا عرفت يعني ايه تحرش، ولا عرفت الترومات اللي بيعملها التحرش اللي احنا بنقعد سنين نتعالج منها اساسا. فانت ما تعرفش كل الحاجات دي كلها، فممكن تسكت بكل بساطه. يعني مش لازم ندلو بدلونا في كل مناسبه، لان انت لما بتقول حاجه زي كده هو وانت لا تعلم عنها شيئا، انت كده يعني. انا مجرد ان انا مش عايزه حد حتى يتعاطف معايا، بس على الاقل يسكتوا. يعني على الاقل يسكتوا، على الاقل لما اتكلم انا واعبر انت ما تبقاش قاعد منتظر لي على الواحده. انت مالك انت بالقصه دي؟ يعني في بنت على الفيسبوك يعني كانت يعني شديده وهي بتهاجم القصه، ويعني اللي هو البنات ومش عارفه ايه، فواحد راح قال لها ما تعالجي هرموناتك ولا تعالجي مش عارفه عقدك. طب يا سيدي ما تسيبها، ليه تكتب لها الكلمه دي؟ ما تسيبها، ما هي عندها عقد فعلا. احنا عندنا ترومات فعلا يا جماعه من التحرش، احنا بيتحرش بينا من ايام ما كنا اطفال. واللي يقول لك ايه يعني، واحد كده ايام ما كان في تحرش بالطفل يقول لك عمر الراجل العجوز ما يتحرش. عايزه اقول له روح اتنيل. التحرش اكتريته من الناس الكبيره اللي انت مأمن لها. يا جماعه الواحد بس ما بيرضاش يحكي عن اللي حصل له. زي ما قلت لكم احيانا احنا كمان ما بنبقاش يعني عندنا فكره ان اللي حصل لنا ده تحرش غير لما بنكبر، بس العقل الباطن بتاعنا خزن التروما دي وبنتعامل بيها. ليه العداوه تبقى زياده ما بين الست والراجل؟ الست اللي هي بتاعت فتاة المترو حتى رجل على رجل، الراجل انت حتى ما بيقولهاش مثلا معلش ممكن ما تحطيش رجل على، ولو ان هو مش من حقه برضو اساسا، وانت مالك انت؟ واحد يقول لك معلش يا جماعه احترام الكبير، اصل احنا عندنا في الصعيد، عندك في الصعيد ايه واحترام الكبير ايه؟ انت قاعد في مواصله عامه تحترم نفسك انت وتلم نفسك. انت مالك انت باللي قاعد واللي نايم واللي عامل؟ انت مالك؟ ضرتك في ايه؟ ليه التطاول؟ ليه احنا بندخل في حاجات مش بتاعتنا اساسا؟ وطبعا الناس سكتت، وناس غلطت البنت والبنت طلعت تعتذر تقول لك يعني معلش مش عارفه ايه، ودي برضو بيتموها ان هي ترند وان هي عندها مرض نفسي. عندها مرض نفسي ايه؟ ده انت لو جبت كل بنت وكل ست اساسا وفتحت قلبها كده هو هتلاقي فيه بلاوي. هي لام شمسية دي اللي اتعملت ده مش كان راجل لطيف وصديق العيلة اساسا وكان بيتحرش بالواد الصغير؟ يا جماعة المسلسلات مش مسلسلات، لا ده احنا اللي عندنا اكتر من مسلسلات بكتير. فانا فعلا يعني جاية بقول كل الحوادث اللي بتحصل دي هي نوع من انواع التطهير لينا احنا. لان انا امبارح فعلا كنت متضايقه جدا ورحت قلت ما في ملفات عندك لازم تشتغلي عليها انت، يعني خلصت من زمان او يعني كانت في ايام الطفوله، لكن انا ما وقفتش قدامها كتير، خاصه ان ابويا واخويا ما كانوش يعني ذكوريين زي ما بيقولوا، ما حصلتليش ترومات واضحه. لكن الظاهر ان انا لسه عندي اساسا ترومات من اللي حصل لنا واحنا اطفال. فالحادثه اللي زي دي لما الاقي نفسي متفاعله قوي كده هو فيها، بدور معها ايه اللي حصل لك وانت صغيره، بحاول افتكر الذكرى دي واغمض عيني واشوف تاثيرها ايه وفي انهي حته في جسمي علشان الجسم يتخلص، لان الجسم هو ذاكره لكل المواقف اللي حصلت، سواء انت ادركت المواقف دي حصلت ليه وازاي او ما ادركتش، سواء عقلك ادرك ولا ما ادركش، كل حاجه انت بتمر بيها على فكره هي اساسا بتتخزن في اللاوعي بتاعك. احنا يا جماعه مترابطين مع بعضينا، احنا مش جزر منفصله. اللي حصل للبنت ده اثر عليا لان احنا مترابطين بطاقه واحده.
انا امبارح عملت كميه بلوكات غير عاديه اساسا لناس عندي على الفيسبوك اساسا. يعني رحت قلت هي دي نظرتك؟ وفي بقى صديقه عندها 3 ولاد، فطبعا هي ايه يعني بتقيسها بقى من منظورها هي. لو بنت اتبلت بقى على ابنها، انت لا حد اتبلى على ولادك ولا حد عمل اي حاجه في اي حاجه. هل انت عندك ذكرى او عندك قصه تحكيها عشان تتعاطفي اساسا مع الراجل؟ انتوا لو شفتوا اساسا الفيديو هو بيرد عليها ازاي والناس قاعده بتتفرج، الناس ولا يعني ما تقولوش مثلا عيب يا ابني اللي انت بتتكلمه، لا، هي اللي عندها المشكله. شوفي انت لابسه ايه، وانا شفت هي لابسه ايه اساسا، مش لابسه عادي. حتى مش عارفه ايه بقها اللي هي البريسلينج دي. طب وانت مالك انت برضو؟ وانت مالك؟ ما تحط اللي هي عايزه تحطه وتعمل اللي هي عايزه تعمله. انت مالك؟ ما تخليك في حالك. فين غض البصر؟ فين إماطة الأذى عن الطريق؟ ولا انتوا الدين ده مفسرينه براحتكم، لكن في الحاجات اللي تخصكم مفيش تفسير؟ أنا بجد حزينة جدا على اللي حاصل. حزينة لأن ساعة فتاة المترو ما حصلش حاجة، ادي دلوقتي فتاة الأتوبيس ما حصلش حاجة، ساعة نيرة أساسا الواد قتلها. طب لغاية امتى يا جماعة هنفضل كده؟ هو من فضل كل راجل ما مرش بالتجربة دي، ما يعرفش التجربة دي، التزم الصمت. مش لازم تطلع تقول لنا رأيك. يعني رأيك في القصة دي بالنسبة لنا مش مهم، وانا مش مهم عندي على فكرة اذا كانت البنت بتتبلى عليه ولا البنت صادقة. انا مش مهم عندي، انا مهم عندي ان انا لما شفت الفيديو الواد ده اساسا بالكلام بتاعه اجج حاجات كتير. احنا كان عندنا مشكلة عائلية في البيت، وجي الراجل ماما بتكلمه واد قد ايه يعني، قد ولادها الصغيرين، فجايه بتكلمه بتتدخل في القصه. قال لها انا ما بتكلمش مع ستات. انا مش عايزه اشتم، الست دي عندها 80 سنه اساسا بتكلمك، تيجي انت تقول لها تتفه منها تقول لها اصل انت ست، انت قد اساسا يعني. الواحد مش عايز يشتم فعلا، بس دي حاجات كلها بتغيظ. على ايه كل الجبروت وعلى ايه كل الغرور اللي انتوا فيه؟ على ايه الواحد مش عايز يتكلم يا جماعه؟ على ايه؟ لا مال ولا صحه ولا اي حاجه خالص، انتوا خربانين اساسا. روحوا شوفوا نفسكم، روحوا تعالجوا، روحوا اشتغلوا على نفسكم. الستات قاعده بتشتغل على نفسكم وانتوا قاعدين كده هو. وتقول لك ايه اصل لو الحجاب يعني بيتقي البنت. حجاب ايه؟ المحجبات اساسا بيتحرش بيهم، المنقبات بيتحرش بيهم. طب بنت صغيره عندها 5 6 سنين دي اثرت ايه دي ولا عملت ايه عشان حد يتحرش بيها؟ انا اتحرش بيا اساسا وانا صغيره، كنت بعمل ايه علشان حد؟ كان ايه المظاهر الجمال اللي عندي والانوثه الطاغيه اللي خلت حد يتحرش بيا اكتر من حد كمان؟ عيب عيب عيب. لو لقيت نفسك ان انت اساسا عايز تتكلم، بلاش تتكلم يا جماعه في قصه بتمس احاسيس الست. كفايه بقى، كفايه، احنا مستحملين كتير قوي. الست اللي البيريد اتقطعت عنها جوزها طول الوقت عايزها زي البنت الصبيه اللي عندها 20 سنه، ويقعد بقى يجيب لها امثله بقى، ده في اوروبا والعالم المتقدم الست مش عارفه بتبقى ايه والست بتبقى ايه. انت ايش عرفك انت الفسيولوجيه بتاعت الستات؟ انت ايش عرفك انت احنا عانينا في ايه وشفنا ايه؟ انت جاي بتقارني اساسا بواحده اجنبيه ولا واحده مش عارفه ايه؟ انت بتقارني ليه؟ انت تعرف البيئه اللي انا اتربيت فيها؟ انت تعرف الظروف الصعبه اللي انا اتربيت فيها؟ انت تعرف الشقاء اللي انا شفته؟ ولما تيجي الست تقول له مثلا انا تعبانه او انا كبرت او كل حاجه، ولا الهوا ولا كأن الكلام ده كده بيعدي كده هو عليه كده هو، ولا حياه لمن تنادي. الناس المتدينه الرسول بيقول لكم رفقا بالقوارير. ده كان الكلمتين مش بس بتوع النهارده، واشكركم.